بس يا براء في الأصول والعقائد. تفضل. سؤال يقول ممكن حسب نسب الخليفة الثاني؟ جزاك الله خير. ما اسم الخليفة الثاني؟ الحسب. شوف يا اخو، انتبه على وجهه، يدير وجهه على الجهة الثانية، يطلع من الشيخ قوقل رضي الله عنه، يطلع نسب عمر. هنا يحاول يليه الشيعي بين ما يطلع النسب من الشيخ قوقل. تابع يعني مالته ونسبه او جد الرابع، يعني سؤال اذا ما استزحمه، وانا اشكرك. جميل، ابشر، انا راح اعطيك جد الرابع وامام الناس، بس ممكن على السريع تعطيني نسب علي بن ابي طالب وجده الرابع بسرعه. تفضل. انت جاوبنا على سؤالي. لا لا لا، انا اجاوبك، انا الان اجاوبك. تفضل يلا بسرعه بسرعه، ادخل لي قبل ما تروح على جوجل. يلا بسرعه. شوفوا يا اخو، هنا راح يحاول يليه الشيعي عن سؤاله، يعني قفز واضح. رجل قال لك انطيني نسب عمر، انت ليش تقول لي انطيني نسب علي بن ابي طالب وتحاول تتهرب؟ شوف اخوان هنا التهرب. يلا بسرعه. يلا بسرعه اعطيني نسب، اعطيني اسم سيد. يا رجل انا راح اجاوبك، بس قل لي بسرعه نسب سيدنا علي بسرعه. جاوبني وانا جاوبك. انا سالتك اول سؤال، ليش تهرب من الحقيقه؟ انا ما اتهرب على فكره بس انا راح اجاوبك يا اخي العزيز. انت بتجاوبني وانا راح اجاوبك. يا رجل نسب عمر كل الناس تعرفه، بس انت هل تعرف نسب الامام علي؟ عمر اسمع تريد نسبه لاي جد تريد انا اعد لك؟ الجد الرابع. جميل. عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن زيد. ايش تريد؟ يلا تفضل اعطيني النسب علي. شنو هذا الدليل مالتك؟ يعني غير كل الدليل كتاب مروي، شلون يعني غير كل الدليل؟ انزل. سؤال الاخ الشيعي واضح، وين المصدر على نسب عمر؟ يعني اذا ماكو مصادر ليش تطلبون نسب السيدة نرجس من المصادر الشيعية؟ طيب هو انت من انطيت النسب عمر؟ قال لك اريد مصدر. ليش هذا الهروب ونزلته وتروح سير اعلام النبلاء؟ غير تطلع انت فاتح بث، انت قلت له اسال. والله عجيب يا صنة. انزل. شنو الدليل مالتك غير كتاب مروي؟ روح على سير اعلام النبلاء.